السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الخبر الجديد. ندعوكم الضغط على زر المشاركة ليصل إليكم كل جديد، والإعجاب إن عجبكم الفيديو. أكرد الملك محمد السادس وفر لنا كل شيء للإعلان الراية المغربية، وهدفنا القادم هو التتويج بالكان. أكد نايف أكرد اللاعب المنتخب المغربي أن الهدف العناصر الوطني القادم هو تتويج بكأس إفريقيا لمواصلة كتابة تاريخ بعد احتلال أسود الأطلس الرتبة الرابعة من مونديال قطر 2022. وقال نايف أكرد في حوار مع بي إن سبورتس: اللعب كل 3 أيام في مستوى عالي بالمسابقة كأس العالم أمر صاحبه الكثير من التعب، لكن عندما ترى الملعب بأكمله بلون أحمر والكل يصرخ ويبكي، عندها سترغب في إعطاء كل ما عندك كمباراة إسبانيا، فبدون جمهور لم نكن لنصل إلى ما وصلنا إليه. لن نرمي على أنفسنا الضغط، لكن اليوم نرى أن البنية التحتية بالمغرب موجودة، والملك محمد السادس وفر لنا كل شيء من أجل إعلاء مستوى الكرة المغربية الإفريقية. ما أراه قادما هو كأس إفريقيا الذي سنحاول الفوز به وكتابة تاريخ في هذه المسابقة رفقة هذه المجموعة كما فعلنا في كأس العالم.